أطيعوا آباءكم في الرب. أنا عايز أكلمكم عن كلمة في الرب لوحدها. يعني إيه في الرب؟ والعبارة دي جت في الكتاب المقدس في مواضع متعددة. لازم نعرف أولا إن علاقتنا الأولى هي مع ربنا. علاقتنا الأولى هي مع ربنا. كل علاقتنا بالبشر داخل علاقتنا بربنا، يعني في الرب. أيها الأبناء أطيعوا آباءكم في الرب، يعني الطاعة ليست مطلقة، إنما في الرب، في حدود وصايا ربنا. لأن الكتاب المقدس بيقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. فإن كان أبوك يأمرك بما يخالف كلام الله، يبقى تطاوع الله أكثر منه. أطيعوا آباءكم في الرب. ودي برضو وصية للآباء إنهم لا يأمروا أبنائهم بأمر يخالف كلام ربنا، لأن لازم الطاعة تكون في الرب. لهذا نجد إن القديسة دميانة لما أبوها أنكر المسيح في الأول وبخت أباها. ما نجيش نقول أي اكرم أباك وأمك يعني تجامله كدي، هنا ما فيش مجاملة. لغاية لما أبوها فعلا راح اعترف بالمسيح، وبالتوبيخ اللي وبخته إياه أنقذت نفسه من الجحيم. نلاحظ أيضا أن يوناثان ابن شاول الملك لما شاول الملك أراد أن يوصيه بالتآمر على داوود وقتله، مرضيش يطوعه، لأن لا يطوعه في خطية أنه يقتل داوود، بل فضل مخلص لداوود طول الأيام، وكان بيبلغه بمؤامرة أبيه شاول لكي ينقذه من مؤامرة أبيه. يبقى هنا إيه؟ أطيعوا آباءكم في الرب. إذن كل طاعة ينبغي أن تكون طاعة في الرب. المسيحيون كانوا يطيعون الحكام، والكتاب المقدس بيقول اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. لكن لما الحكام كانوا يقولوا لهم تعبدوا الأصنام، كانوا يقولوا لهم لا. وماري جرجس مسك منشور ديوقلديانوس وقطعه ورماه في الأرض. ليه؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. فالطاعة عموما ينبغي أن تكون طاعة في الرب، طاعة في حدود وصايا الله، وطاعة في حدود محبة الله، وطاعة في حدود إرضاء الله. كل حاجة تكون في الرب. الزواج أيضا زواج في الرب. يعني ايه زواج في الرب؟ يعني الزواج ما بين رجل وامرأة وربنا. ربنا هو الطرف الثالث في الزواج. ولذلك كما قلت لكم من قبل، لما الزوج والزوجة بيخلفوا عيل
بيبقى العيل ده ابن الزوج وابن الزوجة وابن الله، لأنه طرف في الموضوع. يتجوزوا في الرب. يتجوزوا في الرب يعني ربنا هو اللي بيبارك الزواج، هو اللي بيقدس الزواج، هو اللي بيجعل روحه القدوس يربط الاثنين ويخليهم واحد. يبقى الناس بيتزوجوا في الرب. ولهذا نحن لا نستطيع اطلاقا ان نوافق على الزواج العرفي ولا الزواج المدني، لانه ليس زواجا في الرب. الزواج في الرب بيخش الواحد جوه الكنيسة وبياخد مراته من قصاد الهيكل، والكهنوت اللي هو وكيل الله على الأرض بيقدس ويبارك هذا الزواج، وتتلى كلمة الله لتبريك الزواج أيضا. يبقى زواج في الرب. الفرح عموما ربنا دعانا الى حياة الفرح وليس الى حياة الكآبة، وقال من ثمر الروح محبة وفرح وسلام. ولكن في نفس الوقت في فيليبي 4:4 قال افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. يعني يكون فرحك في الرب. الفرح اللي في الرب يكون فرح مقدس، وما يكونش زي فرح الابن الضال اللي قاعد يدور كيف ينفق امواله في الملاهي. لا يكون مثل فرح سليمان الفرح الباطل اللي قال ومهما اشتهته عيناي لم امنعه عنهما، لم امسكه عنهما. ما يكونش فرح فيه لذة خطية، ما يكونش زي فرح الغني الغبي اللي قال اهدم مخازني وابني اعظم منها واقول ليك يا نفسي خيرات كثيرة لسنين عديدة، كلي واشربي وافرحي. كل ده شغل عالمي، مش فرح في الرب. زي حفلات الزواج اللي الناس يكون يقول لك فرح فلان او فلانة ويكون كلها ملاهي وامور خاطئة تتعب الضمير، ما اسموش فرح في الرب. ما يكونش الفرح في الرب نوع التهريج اللي الناس بيلجأوا له ويقول لك ده مبسوط، او يشرب خمر ويسكر ويقول اصله مبسوط شويه. مبسوط هو الخمر يعني مبسوط؟ ده فرح عالمي وليس فرح ايه في الرب. الفرح في الرب فرح مقدس، زي انسان مثلا يفرح بغفران خطاياه، يفرح بانه تناول من جسد الرب ودمه، يفرح بانه اتصالح مع الله، يفرح بانه تسبب في توبة الاخرين، لان بيقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. ولان قيل في قصة الخروف الضال ان صاحبه لما لقاه
حمله على منكبيه فرحا، ونادى أصحابه قال لهم تعالوا افرحوا معايا. فيبقى فرح في الرب، فرح مقدس، انك انت تفرح في ربنا. خلي ربنا يكون مشترك معاك في كل عمل تعمله. ان فرحت يكون ربنا مشترك معاك، وان بكيت وحزنت يكون ربنا مشترك معاك. يكون روح الله هو اللي بيدفعك الى البكاء. ولذلك تجد في البكاء تعزية من تعزيات الروح القدس.